المسلم كل سنة بيعمل عيد اسمه عيد الضحية. يقول له بتعمل ايه في عيد الضحية؟ يقول لك بنذبح خروف. شوف ازاي؟ سيبك من الحكايه دي كلها. طب بيذبح خروف ليه؟ اذا فكر الفداء مغروس في طبيعه الانسان رضي او لم يرضى. هو مش عارف يعمل ايه. يقول لك اصل ابونا ابراهيم فدى اسماعيل كده. طب انا مالي؟ طب ابراهيم فدى اسماعيل، طب انا بذبح خروف ليه؟ لا، ده ربنا حط الفداء في قلب الانسان، لابد الانسان يتفدي. اليهودي قالب الدنيا وبيعمل مملكه اسرائيل وعاوز يرجع المملكه من جديد بس عشان حاجه واحده، عشان يبني الهيكل وعشان يقدم ذبيحه، عشان يتمم الفداء اللي هو عاوز يعيد ذكريات العبور بتاعه البحر الاحمر لما اتذبح خروف. اذا الفداء في الواقع يعترف به كل انسان في الوجود. مش ممكن ابدا الفكره دي هتتقلع من قلب الانسان. لكن شوف بقى، انا بتكلم بمستوى تاني. ده بيتكلم على خروف بيفديه، وده بيتكلم على كبش يذبحه ولا عج. انا بتكلم عن ايه؟ عن دم من حمل بلا عيب، دم يسوع زي ما بيقول بطرس الرسول. لما تيجي تفدي واحد، تفديه بحاجه اغلى منه ولا ارخص منه؟ اغلى منه. انت عليك 1000 جنيه، انا اقدر افديك وانا معايا 900؟ لازم يكون معايا اكتر عشان اقدر افديك مثلا على الاقل. فاذا كان خطايا العالم كله تطلع قد ايه دي؟ لازم يكون دم المسيح اكتر منها. عشان كده بولس الرسول بيقول كما زادت الخطيه كذلك زادت نعمه. كم بليون انسان اتولد في العالم، وكم خطيه عملوها، حط كون كل ده، مين يشيل ده كله ويفديه؟ ادي دم في العالم، دم رئيس ملائكه ما ينفعش، رئيس انبياء ولا يقضي حاجه. امال ايه؟ قال لازم يكون دم الهي من طبيعته اللانهائيه، يكون غير محدود عشان يقدر يفدي خطيه مش محدوده. انما انا ما اروحش افدي اسماعيل بخروف، لان الخروف ثمنه كذا جنيه واسماعيل مش ثمنه كذا جنيه. فيعني العمليه مش راكبه. لولا ان الخروف ده كان رمز للمسيح يبقى العمليه مش راكبه مظبوط. ما يفديش واحد. عارفه لو عاوز تفدي اسماعيل صحيح كان ابراهيم يروح يموت نفسه بداله. يعني مثلا ربنا يقول له يا ابراهيم قدمني ابنك ده، لو هو اسماعيل، يعني هو بيقول اسماعيل كده بالعافيه، يعني لو قال له قدمني ابنك، يقوم ابراهيم يقول له يا رب دي صعبه قوي. قال له ما فيش فايده، انت كنت بتحبني. يقول له طب يا رب في حل وحيد عندي، ما فيش اغلى من ابني حاجه غير نفسي بقى، فانا اقدم نفسي بدل ابني. ده كان الحل. لكن دي رمز للمسيح مش اكتر من كده. عشان كده المسيح بنسميه حمل الله، حامل خطيه العالم. ان شاء الله كلنا بنعمه يسوع لما نروح السماء هنلاقي يسوع خروف كانه مذبوح، لان ده الحمل اللي حمل خطايا العالم. عشان ايه؟ اللي كان بيقدم خروف زمان يلاقي الخروف موجود اهو، قول له يا ودمك ده هو اللي فداني، ده دم طاهر، دم من غير خطايا.